أهلا، ده أول جزء من تعلم ال AI ودي episode 12 من تعلم البايثون. في السيشن دي هنعرف يعني ايه function وأنا ليه ممكن أكون بستخدمها. أول حاجة الفانكشن ديت هي عبارة عن جزء كبير من الأكواد اللي أنا بقدر إن أنا أعملها، وهي مهمة علشان ان انا اقدر اقلل من الكود اللي موجود عندي، اخلي الكود يبقى بالنسبة لي كلين، يبقى عندي كلين كود، بيبقى الكود بالنسبة لي اسهل، ما يبقاش فيه تعديلات بصعوبة. لا، انا عارف خلاص فين المشكلة اللي هتكون موجودة هنا، فهروح اغير. ممكن تتعمل في اكتر طبعا من بروجكت، ممكن تتعمل اصلا في المشاريع الكبيرة، بحيث ان انا ابقى منظم الفكرة بتاعتها. طيب ايه في شكل الفانكشن ديت عشان لو مش متخيلينها؟ زي ما كنا بنعمل في اي ليست مثلا، ان احنا كنا بنيجي نشتغل عليها، كنا بنكتب مثلا الليستة اللي موجودة عندي ديت، فنفترض ان ديت لستة، وكنا مثلا بنعمل ابنت. حلو، ديت اللي اسمها فانكشن. دي بالنسبة لي كده هو ديت فانكشن. فاحنا عايزين نعمل فانكشن زي ديت، احنا عايزين احنا نعمل الشغلانة بتاعت حاجة زي ديت، علشان تاني نقدر ان احنا نكون بنقلل التكرار بتاع نفس العملية اللي بتتعمل. ان هوت انا ممكن اعمل ابند كل مرة الحاجة بتاعتها، ممكن اكتب الكود بتاعي كل مرة هو. طب وليه انا ممكن اعمل حاجة زي كده؟ هوت انا عايز اسهل الموضوع، عايز يبقى عندي فعلا حاجة مختصرة اقدر ان انا اعمل بيها الاكشن اللي انا عايز اعمله. طيب شكلها عامل ازاي، او انا ازاي ممكن اعمل حاجة زي كده هو تبقى بعدين مستخدمة؟ اول حاجه هنعمل حاجه اسمها ديف، وبعدين بكتب بالنسبه لي هنا هو بالظبط كده النيم بتاع الفانكشن بتاعتي، وبعدين بعمل قوسين، وبعدين بعمل نقطتين، وبكتب هنا هو الكود. فلازم اكتب هنا هو كلمه ديف، وبعدين هيكون اسم الفانكشن بتاعتي، ودي البارامترز اللي المفروض هتكون موجوده عندي، يعني الانبوت اللي انا المفروض هكون مدخله علشان يعمل اكشن هنا هو. وطبعا زي ما احنا عارفين لازم طالما هعمل هنا نقطتين، يبقى انا اكيد لازم يكون هنا هو عندي سبيس في مكان فاضي. لو هعمل ابسط فانكشن خالص، هتبقى مثلا هعمل له ديف، وهقول له ان الفانكشن ديت هنسميها سي مثلا هلو. حلو، هلو ديت المفروض تيجي تقول لي ايه؟ سوري، هلو ديت المفروض تيجي تقول لي نوت ايه، تقول لي دلوقتي انا ممكن اطبع لك هلو. فهاجي نهوت واقول لك اعمل لي print مثلا بهلو. حلو، طيب print هلو ديت انا كده هوت عملتها. ازاي ممكن اناديها زي ما بنادي الفانكشن ديت بالظبط؟ نفس الحركه، بكتب اسمها، بكتب اسم الفانكشن بتاعتي، وبديله القوسين بتوعها. لو القوسين دول فاضيين يعني معناه ان هي ما بتاخدش حاجه، يعني ان هو دي كده فاضيه يعني معناه انها ما بتاخدش حاجه. طبعا انا لو كتبت له ان هو اي ارقام، ده معناها ان هنا بتاخد رقم، يبقى معناها ان انا هنا هو ساعتها هعدل على القوسين الفاضيين دول وهضيف فيها حاجه. طبعا ده لسه قدام شويه، بس فاول حاجه طالما هي فاضيه يبقى هي مش هتاخد اي حاجه، وهتشغل على طول الكونسبت اللي موجود هنا اهو. يعني انا لو جيت شغلت ديت هتشتغل وتنادي لي فعلا الاكشن بتاعي دوت. طيب لو انا هاجي واقول له انا دلوقتي عايز ادخل له حاجه، انا مش مجرد بس ان انا هسيبها له فاضيه كده، انا ازاي ممكن ادخل له اي حاجه؟ نفس الفانكشن اللي موجوده عندي ديت انا ازاي ممكن ادخل جواها حاجه؟ هاجي اكتب له هنا حاجه، يعني ممكن اكتب له هنا هو مثلا نيم. النيم دوت انا عايزه استخدمه جوه هنا مثلا، فممكن اعمل له كده واكتب له نيم. يبقى انا بالنسبه لي النيم هيدخل جوه الفانكشن، وهيكتب لي ساعتها هلو، وبعدها يكتب لي ان هو الاوتبوت اللي انا عايزه، اللي هو الانبوت اللي انا خرجته منه. لو جيت عملت كده وناديت على نفس الفانكشن، لو انا نجرب ان انا لو جرنيت عليها كده هو فاضيه، ففاضيه هيقول لي لا، في دلوقتي عندك ان هو بارامتر المفروض ان انت تكوني حاطاه، والبارامتر دوت المفروض ان هو يكون اسمه نيم. فاجي اقول له عندك حق فعلا، انا محتاجه اكتب ان هو اي اسم لاي حد مثلا، فنفترض نيل مثلا اي حاجه. فهاجي اقول له هيقول لي ساعتها نفس الشكل هلو، والبارامتر بتاعي او الفاليو اللي انا المفروض اكون مدخله. طب فلنفترض ان انا عملته مرتين، هل هيغير الاسم؟ اكيد.
يبقى ده كل variable المفروض ان انا اكون بدخله هو هيفضل متغير كأنها function، والفانكشن ديت المفروض انها تفضل تدخل كل مرة ويجي يفضل يقول لي حاجة مختلفة تماما عن اللي كانت قبلها. طيب لو انا حبيت اخلي الفانكشن ديت تعمل بارامتر معين، تعمل ماثماتكس معين، انا مش مجرد البارامتر اللي انا هدخله لك انبوت وخلاص كده، لا، انا عايز يكون في فاليو وفي ارقام المفروض انها تعمل عمليه حسابيه معينه. ازاي ممكن اعملها؟ هقول له def زي ما احنا عارفين، وهنقول ان الفانكشن بتاعتنا ديت هتكون بتاد، يعني احنا هنعمل الفانكشن بتاعت الاد. ازاي ممكن اجمع رقمين مع بعض؟ طالما هجمع رقمين مع بعض يبقى انا عايز two variables اللي هو بالنسبة لي two parameters. يبقى أنا عندي كده هو parameter A و parameter B. parameter A و parameter B المفروض إن الاتنين هيتجمعوا مع بعض، يعني معناه إن أنا هدخل اتنين. طب أنا عايزة أرجع القيمة ديت، أنا إزاي ممكن أرجع القيمة بتاعته ديت بحيث إنها تتحسب؟ أنا هعمل return. حلو، return دي هتيجي تقول لي عايزة مني إيه، عايزة ترجعي إيه، ولا أنا عايزة أرجع A plus B. حلو، دي كده بقت بالنسبة لي الفانكشن. هستخدمها إزاي؟ ممكن نقول بالنسبة لي مثلا ان الريزلت مثلا بتاعتي، الريزلت بتاعت ال A وال B، وهنادي الفانكشن وهدخل له 4 و5. حلو، عشان تيجي تشتغل هيجي واشغل ديت واقول له تعالى، هيقول لي ساعتها تمام ماشي ديت 9. طيب ايه الفرق ما بين ان انا ممكن اعمل له ساعتها ان هو برنت، وما بين ان انا اقول له ريتيرن؟ برنت ان هوت لو انا جيت وقلت له انت ليه ما تعمليش ساعتها برنت زي التانية، ما كانت ممكن تعمل لي برنت واقوم مدخله له الفاريبل دي. سوري، لو هندخل له الفاريبل هنا كمان. حلو، وهاجي اعمل له كده. الفرق ما بين ان انا ممكن اعمل له دي وما بين ان انا ممكن اعمل له دي، البرنت بيبدأ ان هو يعرض لي نتيجة، اما للريتيرن ببقى عاملة زي قيمة اقدر ان انا ينفع استخدمها بعد كده. يعني انا ينفع ان انا اعمل فانكشن وما تكونش فيها ريتيرن والكلام هيكون تمام، ما عنديش مشكلة، بس ساعتها الريتيرن القيمة اللي انا المفروض استخدمها بعدين مش هتكون بتستخدم. يعني مثلا لو انا دلوقتي عايز القيمة بتاعتي اللي المفروض تخرج من الفانكشن ديت دايما مستخدمة، هعمل له ريتيرن. لا، انا عايزها الفانكشن تقفل عند الحته ديت وما تبقاش مستخدمه عند فانكشن تانية او ما تبقاش مستخدمه عند مكان تاني، ساعتها هعملها له برنت. يعني لو انا مثلا قررت اعمل ديف كده اهوت واقول له ان انا عايز اعمل مثلا اد تاني، اوكي، والاد دوت، او انا بلاش، انا هعمل حاجه مختلفه، انا هعمله مثلا سكوير. حلفة سكوير للرقم اللي موجود عندي واللي هو هيكون الانبوت الاكس بتاعتي. لو انا قررت ان انا اعمل له برنت وقلت له ان الاكس بتاعتي ديت مثلا مضروبه في الاكس، لو عملت له كده وقلت له ساعتها ان دوت الاوت اللي موجود بتاعك للفانكشن دي، حلو، ودخلت له الرقم بتاعي مثلا 4 وقلت له ساعتها اطبع لي عادي الواي مثلا، حلو، ده معناها ان هو هيعمل الفاريبل دوت، هيعمل فعلا العمليه الحسابيه ديت، بس مش هيخزن لي القيمه اللي موجوده هنا هو باي حاجه. وكأن انا باجي بقول له ان انت دلوقتي هتطبعها لي بس مش هتخزن ان انا ينفع ان انا اشتغل بيها بعد كده. هو لو جيت عملت له ان هو في الريتيرن اللي كان موجود عندي، اللي هو انا عادي ممكن اعمل له ساعتها ان هو ريتيرن، يعني هاجي اعمل له مثلا ريتيرن، جيت عند نفس الكونسبت وقلت له طيب تعالى نشتغل ديت وتعالى نعمل عند return ديت print، شوف نفس الفكرة فعلا جت ولا لا. فيجي يقول لي انا طبعتها ما عنديش ادنى مشاكل، بس لما هاجي اطبعها هنا هو مش هيفضل مخزن الفاريبل اللي موجودة عنده. لو احنا عايزين نخلي الفاريبل اللي المفروض هيكون داخل عندي بقيمة هي ثابتة، فنفترض ان انا الفاريبل اللي انا بدخله له، البارامتر اللي انا بدخله له دي قيمة ثابتة، انا ممكن اعمله ازاي؟ هقول له ديف مثلا هيكون بالنسبة لي سي مثلا اي حاجة، فسي ديت جواها حاجة، هقول له النيم بي ايكوال، نفترض ان النيم جواه بالنسبة لي بي ايكوال علي،
فهيعمل له ساعتها ان هو print، وprint بالنسبة لي مثلا هاي، وهاي للنيم. جميل. فهاي للنيم ديت انا دلوقتي لو جيت طبعت سي لوحدها، جيت طبعت الفانكشن بتاعتي، هتطبع لي ساعتها فعلا الحاجه البارامتر اللي موجود داخل عندي ان هو تنون، وكاني انا بخزن ديفولت بارامترز بتاعي دوت، هيكون محفوظ دايما، هو ديفولت خلاص، هو حاجه انا مخزناها جواها، فدايما طول ما انا هفضل اشغل الفانكشن بتاعتي ديت هتفضل انها تشتغل. طب فلنفترض ان انا دخلت له اي فاريبل تاني، اي حاجه تانية، يعني انا جيت ان هو وقلت له لا انا هدخل variable تاني، انا هاجي وهدخل هنا هوت مثلا اي حاجه، هيجي يقول لي ايه، خلاص تمام، انا مش هاخد الفاريبل اللي المفروض ان انت حفظتيه ان هو، انا هاخد فاريبل جديد. يعني معناها لو انا شغلتها باي ديفولت كده هيشتغل بالقيمه اللي محطوطه عندها، بس لو طبعا اديته فاريبل تاني فهو ما عندوش ادنى مشاكل. طيب لو انا بالنسبه لي هدخل له مثلا two variables يكونوا موجودين عندي، لو انا هاجي اعمل له diff لمثلا my function، فهتكون my function ديت بتدخل لي two parameters انا المفروض ان انا اكون بتعامل معاهم. هقول له مثلا ان النيم first name بتاعك والlast name بتاعك. لو دخلت له two parameters بتوعي دول وعملت له ساعتها ان هو print مثلا للفيرست نيم، وعايز اعمل له كمان او اجمع لي كمان الاسم اللي موجود جنبه، والا وهو هيكون last name. حلو. انا ممكن اجمع له الكلمه اللي موجوده جنبه، وممكن كمان علشان ما تبقاش لازقه فيها، او خلينا نشوفها الاول لو هي لازقه فيها نعمل ايه. لو انا بالجمله ديت وجيت وقلت له ساعتها اطبع لي هنا هوت مثلا ومثلا ايه say. حلو. فهيجمعهم لي هما الاتنين، علشان انا ما خلوش ان هو يجمعهم لي، احنا كنا عارفين ان احنا ممكن نعمل ساعتها ان هو كوما وفي الاخر لوحده هو هيعمل لهم مسافه. طب لو انا جيت وقررت ان انا هعملها له لا زائد، فساعتها انا ممكن اعمل له سبيس عادي جدا، واعمل له ساعتها ان هو سبيس، فساعتها هو هيعمل اوتوماتيك السبيس اللي موجوده هنا. طب لو دخلت له variable واحده، زي ما احنا عارفين ان انا لو دخلت variable واحده هيجي يقول لي لا انا عندي two parameters، فانت ان هو تنسيه parameter منهم، حتى يجي يقول لك انك انت دخلت له اول parameter والتاني parameter هو مش موجود، هو موجود فين. طب لو انا قررت ان انا ممكن ادخل له 3 parameters مثلا فلنفترض، وعايزه استخدم parameter وحيد بس هو اللي موجود فيهم، او انا هدخل له اكتر من قيمه وقيمه معينه هي بس اللي انا ممكن اكون عايزه استخدمها. مثال، لو جيت وقلت له مثلا هنا هوت ماي مثلا بالنسبه لي الفانكشن بتاعتي، وانا عايز اقول له ان انا هدخل لك مثلا الطفل الاولاني مثلا والطفل الثاني والطفل الثالث. حلو. الثلاث اطفال دول انا المفروض ان انا هاجي واطبعهم، وهاجي واقول لك مثلا ان اكبر واحد او اصغر واحد هيكون فلاني، يبقى انا كده مدخله 3 قيم، او عايزه اقول لك ان اكبر واحد هو موجود فيهم اني واحد، او اكتر قيمه موجوده فيها هي هتكون مين، ايا يكن انا عايزه استخدم حاجه واحده فيها. فهقول له مثلا the young مثلا واحد بالنسبه لي اي حاجه مثلا. حلو. او خلينا هو child بتاعتي، وعايزه اضيف له جنبها هو الطفل اللي موجود عندي، طفل من الأطفال الثلاثة دول. خلينا نختار الطفل الثالث بالنسبة لي. لو أنا جيت اخترت الطفل الثالث اللي معايا وجيت وقلت له تعالى نستخدم، هاجي استخدم my function بتاعتي، وعايز ادخل له 3 parameters ايا يكن، احنا عندنا الثلاثه محتاجين ان ادخلهم له. فده كده معناها ان انا هاجي واقول له لاول واحد هنسميه مثلا احمد، ونسميه تاني واحد نسميه مثلا بالنسبة لنا سامح، وهيكون بالنسبة لي لتالت طفل سميه علي. حلو. دول الثلاث أطفال اللي المفروض إن هما موجودين عندي. هو هيطبع أنهي واحد فيهم، هو هياخد ده بس وهو اللي هيطبعه. اشمعنى حاجة زي كده هوت، لأن أنا قايل له
الفانكشن بتاعتك هي بتخرج بالنسبة لي تالت variables من اللي موجودين عندي. ايا يكن بقى انا هنا هو ممكن يعني اغير له فيها او اغير، يعني عايز اختار انهي واحد، انا مش فارق معايا. طيب هل انا مثلا لو عندي 7 8 10 variables انا بدخلهم، هل انا كل مرة هاجي وادخل له الفاريبل الاولاني والتاني والتالت والعاشر؟ يعني لو عندي 11 طفل هدخل ال 11 طفل اللي موجودين عندي؟ اكيد لا، ده مش منطقي. انا ازاي ممكن اكون بدخله كذا قيمة من القيم اللي موجودة بحيث برضو ان هو ما يعمليش ايرور؟ يعني انا هنا هو اكون بدخله ولا 40 اسم، بس انا اكيد مش هكتب ان هو ال 40 فاريبل، دوت مش منطقي. انا دلوقتي مش عارف اليوزر ممكن يدخل لي كام واحد، بس مش عايز ان هو يعمل لي ايرور. ممكن اعمل الحركه ديت ازاي؟ ممكن ساعتها هقول له def، وهاجي هنا هوت واكتب له مثلا اسم الفانكشن بتاعتي، وهتكون ساعتها هنا هوت الفاريبل اللي موجود هنا هوت بالنسبه لي الارجمنت اللي المفروض موجوده عندي هنا هوت ده هدخله ازاي. ساعتها بعمل له استريك واي فاريبل او اي قيمه انا المفروض ان انا هكتبها. يعني مثلا لو احنا هنكتب له انهم تشايلد مثلا كلهم، فدول هيبقى بالنسبه لي كيدز، ديت متغيره مش فارقه، اما ديت هي ثابته. يعني لازم اكتب له استريك وبعدين اكتب له اسم الارجمنت اللي انا المفروض ان انا هدخله له. طيب يعني لو هنعمل لنفس الكونسبت وهاجي اختار ديت وجيت وقلت له انا هعمل نفس الفاريبل دوت وهاخد واحد ايا يكن من القيم اللي انت المفروض انك انت هدخلها له. يعني دلوقتي انا عارف ان في قيمه المفروض ان هي هتدخل، انا عايزه ادخل الاولاني او التاني او التالت او الرابع، ايا يكن العدد هنا اهوت. اكيد مش هفضل ادخل الاسم اللي بعده وبعدين ادخل child بالنسبه لي 4 5 6، مش ده مش منطقي. ازاي ممكن اكتبها له هنا اهوت؟ او انا ازاي ممكن ابقى بكتب نفس الفكره دي؟ خليها لو كلهم، بس بمسح ديت. خليها تبقى منظمه شويه. لو انا بالنسبه لي ان هو هختار واحد من الاسم من الاسامي اللي موجوده عندي ديت، ازاي ممكن اعملها؟ بكتب له ساعتها اسم الفاريبل اللي محطوط عندي دوت، الارجمنت اللي المفروض يكون موجود عندي، وبقول له الرقم بتاعه الاندكس بتاعه اللي انا عايزه يكون موجود، بالعلم 0 1 2، مازالت برضو بنعد من الصفر، فانا هختار 1. فانت بالنسبه لك انا هختار الاندكس اللي المفروض ان هو هيظهر عندي. فانا دلوقتي تاني عشان اقدر ان انا اكتب اكتر من قيم موجوده عندي بدخلها لليوزر، بحيث ان انا مفضلش اكتب child 1 و 2 و 3 يبقى بالنسبه لي عدد لا نهائي من الفاريبلز اللي انا المفروض اكون انا كاتبها كبروجرامر. لا، انا عايز اليوزر يكتب براحته، وانا برضو هختار القيمه الاولانيه او الثانيه او الثالثه ايا يكن. ساعتها بعمل هنا استرك وبكتب ساعتها الارجمنتس بتاعتي اللي المفروض مكتوبه عندي. حل. طيب لو انا بالنسبه لي عايز احدد، يعني انا عايز اكتب له دوت هيكون مثلا الادرس بتاعه، دوت هيكون الاسم بتاعه، ودوت هيكون بالنسبه له الايدج بتاعته، وهو هيدخل لي مجموعه من الفاليوز الكتيره، وانا ايا يكن هو يدخلهم لي ايه، انا عايز الايدج. بمعنى احنا دي نفس الفكره. حلو. بس انا كل اللي عايزه شكل الانبوت اللي المفروض مكتوب عندي، ان مثلا دوت النيم. حلو. ودوت بالنسبة له مثلا الفيرست نيم. حلو. وده كان بالنسبة له مثلا الادرس بتاعه. فانا عايز الشكل دوت اللي يدخل لي، وانا اللي على اساسه كبروجرامر ان انا احدد لما هو يجي يدخل لي في الابلكيشن اللي انا مدخله له، لما يجي يدخل لي اللاست نيم بتاعه والفيرست نيم بتاعه والادرس بتاعه، انا استخدم مثلا الفيرست نيم بتاعته بس. هو يدخل لي معلومات كتيره قوي عنه، بس انا هستخدم الفيرست نيم بس اللي موجوده عنده. انا ممكن اعمل حركه زي ديت ازاي؟ بكتب الفاريبل اللي انا محتاج ان انا هنا هو تستخدم، طبعا بعملها هنا هو ساعتها ما بين دبل كوتيشن. يبقى انا بالنسبه لي هكتب الفاريبل اللي المفروض ان هي هتدخل عندي او المفروض ان انا عايز انها تستخدم، طبعا بس مش نفس الشكل. ساعتها بزود له هنا هو استريك كمان. يبقى الفرق ما بين استريك واحده
و2 أستريك، إن الأستريك ديّة إن الuser بيدخّل لي مجموعة من الأسامي نفس الvariables، نفس مثلًا نوع القيمة اللي المفروض تكون داخلة لي، لو أنا بادخّل له مثلًا مجموعة من الأسامي الناس الكتيرة أيًا يكن، بس هي كلّهم نفس النوع، وأنا عايز أكون index معيّن، أنا عايز أحدد variable معيّنة هي اللي تدخل، ديّة لأ، أنا هادخّل له أكتر من column، أنا هادخّل له أكتر من معلومة عندي، وأنا بس عايز آخُد منّه المعلومة اللي أنا تحديدًا عارف إن هي ديّة متخزّنة فيها. فتحت application مثلًا، في الapplication كتبت الfirst name بتاعي والlast name والage وكتبت الaddress بتاعي وكتبت كل معلوماتي، فالfunction اللي بعد كده أو الstep اللي بعد كده إن الprogrammer، إن اللي المفروض الشخص اللي عامل البرنامج هيستخدم الاسم بتاعك مثلًا، هيقول لك ساعتها في الآخر خالص hi مثلًا أحمد، hi علي، عامل إيه؟ بعد ما أنت كتبت له كل المعلومات، إزاي عرف ياخد اسمك أنت بس؟ إزاي عرف إن دوّة اسمك؟ يعني أكيد ما عرفش إن دوّة اسمك عشان حاجة، لأ، وعرف اسمك عشان هو عرف إن دوّة ساعتها الfirst name بتاعك، فقال أنت دخّلت الfirst name، أنا عايز أستخدم الfirst name في حاجة معيّنة، فكتب لك عادي مثلًا إن أكتر شخص مثلًا، أو ممكن نقول لك مثلًا في الآخر hi مثلًا، hi سامح، فأنت دخّلت له الfirst name والlast name والaddress بتاعك، فهو قال لك ساعتها hi. خلاص عرف إن هو أنت ده اسمك. أمّا هنا هوّة أنا دخّلت له أكتر من اسم، بلاش child، وقُلت له ساعتها hi، فهو عرف إن دوّة أنا باقول hi لمين، لتاني بني آدم سجّل، أنا ما باقولش للناس كلّها hi، أنا باقول لتاني بني آدم هو اللي سجّل، هو اللي ساعتها هاقول له hi. خلّيت الfunction ديّة مثلًا تكون معاها if، يعني لو الرقم مثلًا اللي موجود عندي دوّة أو الاسم اللي موجود عندي دوّة equal نفس الاسم اللي داخل هيعمل لي action معيّن. خلّينا نقول إن إحنا عايزين ندخّل رقمين، ورقم منهم هيكون أصغر من التاني، فساعتها هو يقول لي أنهي واحد فيهم، يعني هيعمل لي compare ما بين ال2 numbers مثلًا، فهاقول له إن أنا عندي function وهي عايزة أعمل لها الminimum بتاعها، أنهي أصغر رقم المفروض يكون موجود عندي، بما إن إحنا عندنا function أصلًا اسمها minimum، فخلّينا نكتبها بminimum علشان ما نبقاش يعني ما تقرأش الfunction نفسها. فأنا لو جيت وقُلت له الfunction بتاعتي ديّة عايزة تقارن ما بين رقمين، حلو، الرقم الأولاني اللي هو هيكون X والرقم التاني اللي هو هيكون بالنسبة لي Y، خلّينا نسميهم بأسامي هتكون بقى منطقية عشان هنكون شغالين بيها، فده الرقم الأولاني ودوّة الرقم التاني، ما بين الرقمين الاتنين دول أنا عايزة أقارن ما بين أنهي رقم فيهم هيكون أكبر من التاني، الرقم الأولاني هو أكبر والّا أصغر من الرقم التاني، لو الرقم التاني هو أكبر من الرقم الأولاني ساعتها أنت هتعمل لي action معيّن، إيه الaction المعيّن اللي أنت المفروض إنك هتعمله لي؟ اعملي return مثلًا، لحظة، هتعملي return مثلًا بالرقم اللي أنت المفروض عملته له أول واحد، طيب لأ، مش دوّة اللي المفروض يكون موجود عندي، ده التاني مثلًا، فساعتها نفس الفكرة هاعمل له ساعتها return بالرقم التاني. حلو، طيب أنا أدخّل له الvariables ديّة إزاي؟ عادية جدًا، أكتب له بالنسبة لي مثلًا النمبر الأولاني بequal 25، النمبر التاني مثلًا هيكون بequal 63، حلو، الresults اللي المفروض تطلع لي ديّة تطلع لي على أي أساس؟ أنهي فيهم الminimum بالنسبة لي؟ أكتب له عادي جدًا إن الresult اللي موجودة عندك اللي هي المفروض تكون ما بين 2 numbers، يعني هنيجي الfunction اللي موجودة عندي وهادخّل لها ال2 variables اللي المفروض موجودين عندي، وهاقول لها المفروض إن هي تشتغل، على أساسها خلّينا نكتبهم كلّهم في نفس الشكل، فهيprint في الآخر الresults اللي المفروض موجودة عندي، هييجي يقول لي إن ال25 هي اللي أصغر من ال63 أكيد، لو جيت وقُلت له إن هوّة رقم مثلًا وخلّيها في نفس الرقم، فدوّة أكيد اللي هو أصغر من الرقم دوّة. طيب لو أنا جيت وقررت أكبّر الموضوع شوية وقُلت لك أنا دلوقتي عايز أعمل رقمين مثلًا وعايزة أعرف هل دوّة الeven والّا دوّة الodd، زي ما إحنا كنا بنعملها function كبيرة وأنا باجي أدخّل له كل مرّة الرقم وباقول له طب الرقم دوّة هو even والّا الرقم دوّة، إزاي ممكن أعملها function والfunction ديّة أشغّلها على أي رقم، ما اكتبش بقى أنا كل مرّة
البرنامج كله او الفانكشن كلها عامله ازاي. ممكن اكمل له كده هو الدف، وهقول له بالنسبه لك انك انت هتعمل مثلا تشيك للايفنت. يبقى انا دلوقتي البرنامج كله عندي ان هو يتشيك الايفنت، وده هدخله ساعتها الرقم. هقول له لو نفس الفكره، لو الرقم اللي هو دخلك بالنسبه لك بيقبل الاسم على 2 وهيتبقى منه 0، مش هيتبقى منه اي حاجه باقي، ساعتها اعمل لي ان هو return ل even مثلا. ولو انت بالنسبة لك غير كده هوت، لا هتيجي تعملي ان هو return بيقض بالنسبة لي. حلو. لو جينا شغلناها وقلت له شغل لي القيمة اللي موجودة عندك دي، شغلها لي مثلا وهكتب له 8، هيقول ان هي even 7، هيقول ان هي odd. جميل. لو جيت وقلت له لا انا عايز اعمل لوب، عايز اعمل بقى فور لوب بالنسبه لي، ممكن ازاي اعمل فور لوب على فانكشن عادي. نعمل اسم فانكشن بتاعتنا ان احنا مثلا هنبرنت مجموعه من الارقام. حلو. فانا لو جيت وقلت له سميها print مثلا print number. حلو. print number ديت هتخلي number. جميل. مجموعه خليها من الارقام، فانا عندي n. الان اللي موجودة عندي ديت هتعمل ايه؟ تعمل لي فور لوب. فور الاي اللي موجودة في رينج معين انا عايزة اعمل له مثلا من واحد لحد مثلا 8. بما ان احنا ممكن نقول ان احنا عايزين نطبع ال8، فاحنا ممكن عادي جدا نعمل له 1 زائد زيها. طيب انا عايزة اطبع له الرقم اللي انهوت لحد 8، بس انا عايزه هو اللي يحدد رقم لحد فين، فانا ممكن اعمل له ان هو ساعتها ان. بمعنى انا دلوقتي عايز اخليه هو اللي يحدد لي 20 رقم هيتبعوا، 30 رقم هيتبعوا، 70 رقم هيتبعوا. فانا عايزه اخليه ان هو لو قلت له من هنا من 1 لحد 8 فيطبع لي من 1 لحد 8. لا انا عايز هو اللي يدخل لي انت عايز تطبع لحد فين، فانا كده لحد ان. بس احنا لما كنا بنقول 8 ما كانتش بتطبع 8 بالظبط، كانت بتطبع بالنسبه لي 7، فانا عايزه يطبع لي بالنسبه لي زائد 1. فهنخلي ديت بان، يبقى كده هيدخل له الرقم ايا يكن هو ايه ويزود عليها 1. حلو. ساعتها اعمل لي برنت عادي جدا للاي اللي كانت موجوده عندك. حلو. ونستخدم بالنسبه لي ديت واقول له مثلا 5، فكده هيطبع له 5. لو جيت خدت بالك لو عملت كده هو هيطبع له 4، فاحنا عايزين نطبع له بس لحد اخر رقم المفروض موجود عندي. ازاي انا ممكن اخلي الفانكشن بتاعتي تتعامل مع list، تتعامل مع مجموعة من الارقام اللي المفروض انها تكون داخلالي بس على هيئة list. تعالى نعمل مثلا فانكشن تكون هتجيب لي الافريج بتاع مجموعة من الارقام. لو جيت عملت من هوت مثلا الافريج بتاع مجموعة من الارقام اللي موجودة عندي، هي افريج مجموعة من الارقام وهنفترض ان هي النمبرز اللي المفروض داخلالي. حلو. هاجي اقول له اعملي ريتيرن بالنسبه لي، فريتيرن الايه؟ ريتيرن المجموعه الارقام ديت. بما احنا نعملها افريج يعني احنا معناها عايزين مجموع الارقام اللي داخلالي ديت على عددهم، فعددهم اللي هو بالنسبه لي اللينس بتاعتهم، فهيكون النمبر بتاعتي. حلو. بعديها هاجي اقول له اطبع لي الافريج اللي هو المفروض يكون داخل لك دوت، الفانكشن اللي المفروض تكون جايلك دخلي فيها بقى مجموعة من الأرقام كتيرة عشان تجيب لي ساعتها ماشي الافريج بتاعها. ده الافريج بتاعت الأرقام. ساعتها هيجمع لي كل القيم اللي موجودة عندي ديت وهيجيب لي اللينس بتاعتها. اللينس بتاعتها ديت اللي هو يقول لي احنا عندنا 1 2 3 4 5 5 أرقام موجودين عندي على مجموعهم، يعني ايا يكن، فهيكون ساعتها المجموع بالنسبه لي على الخمسة. ساعتها هيجيب لي الافريج بتاعت الارقام، فانا اقدر ان انا ادخل له اكتر من رقم ازاي على هيئه ليست. حلو. طيب لو انا بالنسبه لي ينفع ان انا اجي واقول له هل ممكن تطلع لي اكتر من ريتيرن، يعني هل انت ممكن
تطلع لي اكتر من قيمه. انا مش عايز قيمه واحده بس هي اللي تكون بتطلع لي، انا عايز اكتر من قيمه المفروض انها تكون طالعه لي. ينفع نعمل حاجه زي كده. طيب ممكن اعمل له حاجه زي كده ازاي؟ طالما هعمل له حاجه زي كده يعني معناه ان انا المفروض بعمل له ريتيرن اكتر من قيمه. ازاي؟ ضيف مثلا هاجي اقول له ان دوت كالكوليتر. حلو. فالكالكوليتر ديت موجود جواها نمبر، مجموعه من النمبرز اللي موجوده عندي. الريتيرن اللي المفروض هيكون موجود عندي وهو عباره عن اصغر رقم من اللي هيدخلوا لي، وكمان اكبر رقم من اللي هيدخل لي، وكمان summation مثلا كل الارقام اللي المفروض انها تكون موجودة عندي. لو انا جيت وشغلت الفانكشن اللي موجودة عندي ديت، انا محتاج ان انا اكول الفانكشن دي. هناديها ازاي؟ هناديها ازاي عشان تخرج لي 3 قيم؟ حلو. انا ممكن اقول له ان دوت اول واحد اصغر قيمه، زي ما احنا كنا قلنا ان احنا قبل كده ممكن يكون بالنسبه لي عندي اكتر من variable وفي الاخر خالص اساويه بفاريبل هنا مثلا، والسمشن بتاعهم هيكون مثلا. حلو. دول كلهم هنديها بالفانكشن بتاعتي، وهقول له جوه الفانكشن كل الارقام اللي المفروض ان احنا نكون مدخلينها. تعالى ندخل الارقام بتاعتي. حلو. هنادي الفاريبل دوت هيروح يدور عشان يشوف اصغر رقم، وعشان يشوف اكبر رقم، وعلشان يشوف كمان السمشن بتاع الارقام اللي المفروض موجودة عندي كلهم مع بعض. طيب اخر حاجة ممكن ناخدها وهي فكرة اللمدة. اللمدة دي ممكن تعمل لي ايه؟ ان انا اصغر واكتب الفانكشن في ابسط صورة ليها. مش بتعمل في كل حاجة، بس يعني هي موجودة عشان لما تيجي تعملها في اسرع حاجة انت ممكن تكون بتستخدمها. ممكن اعمل الحركة ديت ازاي؟ بانك انت بتكتب ساعتها لمدة. حلو. بدل انك انت تكتب ديف. جميل. وبكتب جوه ان هو البارامترز اللي المفروض ان هي تكون موجوده عندي، وكانها مثلا بكتب له النمبر دوت هيكون موجود عندي ازاي؟ زي ما عمل هنا نقطتين هعمل هنا نقطتين، والنمبر دوت انا عايزه مثلا ان هو يجمع عليه 10. حلو. جميل جدا. ازاي بقى هكول؟ يعني زي ما انا هو بناديها باسمها، فساعتها عشان اناديها باسمها بكتب له مثلا ان هو كول اهي، فاسمها هيكون ان هو بعمل له ايكوال، وبكتب لامدا، وبكتب له ساعتها البارامترز اللي انا عايزه اللي هو المفروض يكون جوه، وبعدين بعمل له نقطتين والكود اللي انا محتاج ان انا اشغله. فعشان اشغل حاجه زي كده هو هقول له ساعتها كول عادي جدا، واكتب له ساعتها مثلا جواها 5، فهي ساعتها هتشتغل فعلا زيها زي اللي فوق. طب لو انا هدخله قيمتين، لو انا هدخل زي ده كده اهوت بس هدخله قيمتين، هعمل ازاي؟ هكتب له عادي جدا نمبر 1 اهي ونمبر 2، فيكون مدخل ان هو 2 variables، فانا عايزه ان هو ده variable الاولاني وده هيكون بالنسبه لي التاني variable. عادي جدا. ساعتها هقول له call، والكول ديت هكون بتدخل لي 2 variable، يعني هكون مثلا بدخلها لي القيمتين، فساعتها يقول لي تمام ماشي انا هجمع لك القيمتين اللي موجودين مع بعض، ما عندوش مشكله. طيب اخر حاجه انا ازاي ممكن اخترع فانكشن. الفانكشن ديت ممكن حد ان هو يقدر انه يستخدمها مكاني، او ممكن ان انا انزلها في البايثون نفسهم واخلي المستخدمين كمان يستخدموها، نظرا ان البايثون بتاعتنا اوبن سورس. ممكن اعمل حركه زي ديت ازاي؟ ان انا اخترع الفانكشن ديت حتى لو في التيم بتاعي انا عملت فانكشن كبيره، بدل ما هم كل مره هيجوا ويكتبوها من اول وجديد، انا لا، انا هديها لهم على الجاهز مره واحده. اول حاجه هنرجع ان هو للهوم بتاعتي، وهاجي ان هو اعمل له نيو، واعمل له عادي عادي جدا في فايل، والفايل بتاعي دوت هنسميها بالنسبه لنا مثلا ماي فانكشن. حلو. فدي بالنسبه لنا ماي فانكشن بتاعتنا. هنيجي من الفايل فانكشن ديت معلش هنزود ان هو انها تكون الاكستنشن بتاعتها بي واي. حلو. وهنفتحها دبل كليك، وهنكتب ان هو اي فانكشن انا ممكن اكون ان انا عايزه استخدمها، وبحيث ان انا ينفع استخدمها بعدين. تعالى نلاقي اي فانكشن ممكن نستخدمها. ممكن نستخدم الفانكشن ديت عادي، هناخدها زي ما هي، هنفترض ديت الفانكشن اللي احنا اخترعناها، وهقول له ساعتها طبعا انا مش عايز انها تشتغل، وهقول له ساعتها save كنترول اس. جميل. دي كده بقى اسم الفانكشن بتاعتنا. تعالى ناخد اسم الفانكشن عشان ما ننساهاش، وهعمل له واخرج.
بس علشان انادي الفانكشن اللي موجودة هناك ديت بعمل حاجة اسمها import. سميت الفايل بتاعي ايه عشان انادي الفايل ده، عشان انادي الفانكشن ديت بناديها باسم الفايل بتاعها. سميته اسمه ايه؟ سميته my fun. my fun function يعني. وبعدين هعمل له run. علشان اشغل الفانكشن اللي كانت موجودة جوه بنادي الفايل اللي موجود عندي، وساعتها بعمل دوت وبعديها باخد اسم الفانكشن اللي انا المفروض اكون مشغلاه عليها. يبقى انا هشغل الفانكشن ديت او الفانكشن دي جزء من الفايل ده كله. يعني معناها ان انا ممكن اكتب ان هو اكتر من فانكشن. اكتر من فانكشن ليه؟ لان انا ممكن اعمل اكتر من واحد، يبقى فايل كبير بالنسبه لي جواه اكتر من فانكشن عادي جدا. بس انا عشان هستخدم فانكشن واحده بس موجوده جواها، فهنادي اسم الفايل وبعدين هستخدم الفانكشن اللي موجوده جواها، والفانكشن ديت بتقولي دخلي لي اي رقم. فانا اوكي خلينا نسيف تاني. اشتغل تهنيجة مش اكتر. فبالنسبه لي انا هو الفانكشن بتاعتي هتيجي انها تشتغل وتقولي تمام ما عندهاش ادنى مشاكل. حلو. لو جيت وقلت له انا هستخدم اكتر من فانكشن، خلينا كده مثلا نعمل له فانكشن تكون موجوده وشغلت له فانكشن كمان وعملت له سيف. حلو. جيت قلت له احنا عايزين التانية ديت كمان نناديها، ننادي ديت نرنها واقول له ساعتها شغل لي دي اللي جواها اسمها سي. فسي ديت جواها اوكي تاني ننادي ديت وجواها دي وجواها دي. حلو. فهيبقى جواها الفانكشن ديت جواها حاجتين اللي هي الفانكشن ديت وجواها الفانكشن ديت، بما ان اوتوماتيك يعني هي بتشغل دي، فبالتالي انا ينفع ان انا اقدر استخدم اكتر من جزئية اكتر من فانكشن. يبقى الفايل ده كله مليان الفانكشنز الجديدة اللي احنا بنستخدمها كتيم بقى كأي حاجة معينة موجودة. فيبقى دلوقتي رتبت الكود بتاعي عشان يكون كلين كود اكتر حاجة انا ممكن اكون بستخدمها. وبس كده. محتاجة منك بقى انك انت تعمل براكتس اكتر، بحيث انك انت مثلا تجرب تعمل كالكوليتر كاملة، ازاي انها تجمع وتقسم وتطرح، ازاي انك انت ممكن تعمل فانكشن تتحقق من الباسورد اللي زي ما احنا عملناها، بس احنا هو عايزين نعملها كفانكشن كبيرة بقى بالنسبة لي. وممكن انك انت تعمل فانكشن ان هي تشوف لو في string موجود عندي انا عايز اشيل كلمة معينة او انا عايز اشيل قيمة معينة من اللي موجودين، واعمل لي فانكشن تكون بالنسبة لي ترجع اكبر قيمة في الليست. انا عايز اكبر قيمة من اللي موجودين في الليست. وازاي مثلا نعمل فانكشن تحسب لي مساحة الدايرة، او تحسب لي مثلا مساحة مستطيل، او بيبقى بالنسبة لي تعمل سكوير او تعمل تربيع بالنسبة لي لأي رقم. جرب في كل الافكار اللي احنا قلناها واكتبها وهصححها لك. كده كده كل الحلول هي موجودة على جيت هاب، فموجودة في الديسكريبشن.